مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. تفرجتوا شويه هذا رمضان في الدراما؟ م? حتى الكلمه ديال الدراما ما بغاتش تخرج. فين هي بعد الدراما؟ يوميات محجوبه وتايكه ولا لهم منانا؟ لا ساس لا راس. كنا واحلين مع الجزء الثاني ديال لهم منانا اللي ما عنده حتى شي علاقه بالجزء الاول. كفسوها عفوا كاع في هذا الجزء الثالث. ما عنده حتى شي علاقه لا بالجزء الاول ولا بالجزء الثاني. بغيت غير نفهم هذا العالم اللي قال لهم اجيو نعاودوا نكتبوا سيناريو جديد لما يسمى ببنات لا لهم مننا، ويصوروه من بعد حوالي 15 سنه. شكون هذا العالم؟ شكون؟ جبتوا لينا مجموعه من النجوم ديال الشاشه وسختوا صورتهم. انا كنت كنتمنى ما يشاركوش، ولكن للاسف شاركوا مره اخرى. مازال ما عندناش ديك الشجاعه انهم يرفضوا المشاركه. سعدية أزقون، سعدية لديب، نورا السقلي، سامية أقريو، هند السديدي، ياسين أحجام، ديدان، عادل أبا تراب، وللأسف قرروا أنهم يعاودوا يشاركوا رغم أن الجزء الثالث لا علاقة له بالجزء الثاني والأول. ودائما تبرهيش حاضرة. ما عرفتش اش بغاو يوصلوا لينا زعما في داك الشيء ديال التصاحب. اش بغاو يوصلوا لينا منه هذ كتاب السيناريو؟ اشنو كيبغيو يوصلوه للشعب في التصاحب؟ بلا ما نتعمق اكثر، الناس اللي يتفرجوا في الحلقات الاولى راه كلشي باين. اما داك الزبل ديال يوميات محجوبه وتايكه، ذاك كفاس كاع تبرهيش بعينيها كتمشى ديال صحار الصديقي وبوطازوت. دابا بالله عليكم المغاربه، واش هادو كيبانوا لكم فنانات بعدا؟ للاسف حتى المخرج ديال هذه السلسله سي مراد خودي، انا شخصيا اكتشفته في الدراما، في اعمال حقيقيه في السنوات الاخيره، اشهرهم بيا ولا بيك من بطوله الزوجه ديالو ناديه ايت. ولكن في هذه السلسله اسمح لي السي مراد، ما درتي فيها ما يعجب ان صح التعبير. بكل صراحه فشل ذريع في هذه السلسله، لا علاقه. جمعتيهم غير هما. زعما كان شي فرق ما بين بوطازوت والصديقي؟ راه ما كان حتى شي فرق بيناتهم. متطرفات مبرهشات، مع كل احتراماتي لهم كاشخاص، ولكن كفنانات مبرهشات نقطه الى السطر. امتى هاد المسؤولين ديال التلفزه المغربيه غيوعاو وغيزيدوا بالتلفزه وبالدراما المغربيه لقدام؟ الوطن العربي كامل كيتسنى رمضان باش يتفرجوا في الدراما المصريه والخليجيه والسوريه وحتى اللبنانيه. خرجت لينا من الجنب الا المغرب قال لهم والله ما نبقاو نديروا شي حاجه، نرجعوا حنا اللور كاع. تفرج انت في الزمر وقول الله يبارك، ما تنتقدش، لا اسكت.
ما من حقكش انك تنتقد، ما من حقكش انك تهضر، وإلا هضرتي على شي فنان تدعيك او لا يدعيك. ها الشيء فين وصلنا. والمصيبه الكبيره ذا الشيء ما كاينش، او لا ماشي فقط حكر في الدراما العربيه او لا بالدارجه المغربيه، لا لا، كاين حتى عندنا كامازيغ، حتى عندنا كامازيغ خصنا نسكتوك. الا انت عندك شي سيناريو او لا عندك شي فكره او لا عندك شي ابداع، انت مشخص واعر، خصنا نهذموك نحطموك. وإلا ما درناهاش فاحنا ما غنفرحوش، حنا ما غنعيشوش للاسف. والناس اللي فاهميني راه فايت نشرت واحد الفيديو قبل، وكلامي مع مواليه، كونوا رجال المغاربه عامه، وكونوا عيالات المغربيات عامه. نتمنى ان القنوات ديالنا يراجعوا ريوسهم قبل ما يفوت الفوت، لانكم بديتوا كتفقدوا الشارع المغربي، بديتوا كتفقدوا المشاهد والمتلقي والمغربي عفوا، بديتوا كتفقدوه. ولا المواطن المغربي ولات المواطنه المغربيه كتمشي للدراما الاجنبيه على المغربيه. فخباركم ولا ما فخباركمش؟ انا ما نهضرش على الزباله ديال الام بي سي عاوتاني، لا لا، شي ديال رحمه والزمار وتخربيق. انا ما عندي حتى شي سلطه على الام بي سي، قناه اجنبيه دخيله على بلادنا، ولكن قطب العمومي من حقي نهضر عليه، من حقي انني ننتقد ما تنتجه الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون، خاصه قناه الثانيه. اما مازال بعد الاولى حتى لدابا انا ما لاحظتش شي حاجه ماشي هي هذيك. في قناه الاولى لدابا مازال ما لاحظتش شي حاجه ماشي هي هذيك. المسلسل اللي غنشوفه مستقبلا هو عشت الطمع، نشوف كي داير. اما شي حاجه اخرى راه الله يصبرنا وصافي. اما حكايه شما حتى دابا مازال ما شفتوش، ولكن حسب بعض الاراء اللي سقيتها فالمسلسل ناقص بزاف، ناقص بزاف 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 بزاف. صعب جدا انه يحطم ارقام قياسيه في نسبه المشاهده، خاصه ان السيناريو بعيد كل البعد على الواقع. الله يصبرنا وصافي. المهم نتسناو واش التلفازه ديالنا غتغير نظرتها ولا ما غتغيرهاش. الله تعالى اعلى واعلم. مشاهدينا الكرام، الى اللقاء.